السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جديد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا من داخل منزل أخويا وحبيبي أستاذ إبراهيم بلاط، طبعا بمصاحبة الشيخ سامر أرانب الخير ويوميات الخير. طبعا حلقة النهاردة يا شباب هنتكلم فيها ازاي تبدأ مشروع الأرنب صح علشان تنجح وتوصل صح. طبعا بقى هنسيبكم مع الخبرة، الشيخ سامر وابراهيم بلاط. تمام، يعني اخونا الكبير بندلع على حسه. عايزين بقى يا ابو حازم نعرف نبدأ ازاي صح علشان نوصل لطريق النجاح بأسرع وقت ونشتغل صح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبنا الكرام، ربنا يجزيكم خير. طبعا قناة أبو نرمين دي قناتي، طبعا قناة إبراهيم دي قناتي، قناة يومية الخير، قناة أرانب الخير. احنا في متعة يا جماعة. الأرنب حجة يا جماعة، شايفين كل أسبوع لازم عند حد. الأسبوع اللي قبل اللي فات كنا بنحتفل بأبو نرمين بال100,000. الأسبوع اللي فات كان إبراهيم عندي، الاسبوع ده انا عند ابراهيم. فدي نعمه كبيره جدا يا ابو نرمين. طبعا صعب جدا ان انت في الزمن ده تخش بيت حد. الحمد لله انا بخش بيت ابو نرمين اعمل اللي انا عايزه، ده بيتك وبيت ابراهيم بلاط وولاده ولادي، وببقى سعيد وبعمل اللي انا عايزه، وبقول لاولادي يا بنت الكلب يا بنت اقعدي هنا ويا ليه؟ بحسسه ان انا في بيتي. اقول لها اللي انا عايزه. والله نعمه، والله نعمه. يعني الاخ لم تلد، يمكن ربما اخ لم تلده امك يا ابراهيم. طبعا والله. ودول اخواتي، وهو وابو نرمين عارف انا بغير عليه قد ايه. ولما بيلاقي فيا حاجه غلط بيغير عليا وانا بغير عليه، وطول النهار اقول له لا ده غلط وده صح، ويقول لي مش مثلا هي اكل وشرب وصحاب، لا. فيا جماعه دي مبادئ في الحياه نتعلمها. احنا بندي مثال قوي. طبعا انتوا شايفين الشيخ مختار شريكي برضو يا جماعه، ماشيين مع بعض برضه، لا بنميل لبعض وخلاص والدنيا بتمشي. وجزاكم الله خير يا ابراهيم على اكله الفسيخ المحترمه دي. ام شهد طبخت فسيخ النهارده، تعبت كان في عندكم فسيخ دليفري. خلي بالك يا جماعه، انا كنت بحسب ام شهد طيبه، طلعت اطيب من الطيب. قاعده تحت اهي. ام حازم ام حازم ام حازم قاعده جنبها طبعا، والفريق القومي جوه. ايوه. طيب يا جماعه عايزين نستفاد، عايزين نستفاد. طب احنا ربنا من علينا ببعض الخبرات في شغلتنا. في صنايعي ميكانيكي، الميكانيكيه كتير صح؟ طبعا. وميكانيكي البق كتير. بتاخد كلام صح ولا لا؟ ما بقتنعش بحد الا لما تيجي تتكلم يكون ورا ظهرك ارنب طبعا وتكون قوي. طبعا. ليه؟ ما هو اصل اللي ربى، ما هو شوف احنا هنجيبها لك من التاريخ. اللي ربى 4 غير اللي ربى 10، غير اللي ربى 20، غير اللي ربى 50. طيب انا كراجل مبتدئ حسب المكان اللي عندي، حسب المكان اللي عندي يبقى انا، او وحسب الحاله الماديه. انت ممكن تبدا بنتيتين وذكر وعلى الارض وشويه رمل. طيب ده بالنسبه لي يعتبر لبخ. بس لبخ بيجيب رجلك. تمام، بيشجعك، بيجيب رجلك. تمام، دخلت في الخي. تمام. بقى لما تشوف ان نتاية ولدت بيبقى اقصى طموحك ان نتاية ولدت. لا ده انت بدأت في المعركة الكبرى. وانت عملت حاجة وداك الله لقحها ومسكت وهي اللي ولدت، انت ما عملتش حاجة لسه. لا ولا حاجه. انت دخلت في المعركة، تديله الدفعة قدام. ده انت لسه هتبدأ. فهو يا حبيبي انت بتقيس نفسك. لكن في فرق بين الهاوي والمحترف. ما حدش يجي يقول لي مثلا والله يا شيخ سامر انا عايز ارنب لونه كذا. اول حاجه بتخليني يعني بيتهيألي ان المربي ده فكره في حته تانية. تمام، فكره في حته تانية، مش فكر انتاجي على قد ما هو فكر تشويق للون. وده ما يلزمنيش. ليه؟ لان انا بالنسبه لي كل الارنب اللي في مصر شكل واحد. ممكن يكون في ارنب منطور وحلو وشكله حلو، ده يبقى اغلى شويه، مفيش مشكله. تمام، عادي مفيش مشكله. لكن هو ده بيولد 8 وده بيولد 8. أيوة. هو ولد 8، شغلتك انت تطلعه. انا ممكن يبقى عندك 40 50 قوتهم 3 4 امهات او 10 امهات، يبقى انت ال10 امهات بيمحطهم وال30 التانيين بياكلوا سفلقه، بياكلين مكسب التانيين. فانا قلت في فيديوهات كتير قوي الام لو ما دفعتش الايجار تطلع بره. احنا عايزين بقى نقول للناس ازاي نشتغل صح
علشان نقدر ان احنا نفيدهم. كمان الناس اللي بتدور على الفلوس قبل ما تربي ارنب يقول لك ايه، طب انا هربي ارنب ابو نرمين هكسب كام؟ ماشي. لسه ما اشتراش ارنب. مش يا ابو نرمين، طب هو مكسبك برضه أنا الاولي ما هو مكسب. انا هقول المكسب اتفضل. الحقيقي اتفضل. والمكسب الاول. تمام. اولا بفضل الله تعالى، لما يكون في واحد في كفر الشيخ زي ابراهيم بلاط، ده ثقه. يعني لما حد بيزعل من ابراهيم بلاط بيطلبني بجيب له حقه، ونادر ان ابراهيم بيبقى غلطان. ليه؟ لانه بيبيع لمبتدئ فبيتعب معاه. أكيد. بيتعب معاه. احنا قلنا ما تجيش تشتري ارنب كمبتدئ، دي بدايه اهو. انا اتكلمت في الموضوع ده مع ابو نرمين او في حلقات سابقه قبل كده. ما تجيش تشتري ارنب. عندك قناه بلاط، عندك قناه ابو نرمين، عندك قناتي، 3 قنوات، يوميات الخير تربيه ارضي، 4 قنوات جامدين جدا. مالكش حجه، ما تجيش تقول لي الجرب اعمل فيه ايه. ما ينفعش. صح. ما ينفعش بقى، ما ينفعش، ما عادش ينفع. صح. كان زمان تمام. قبل ما قنواتنا تبقى كبيره كده دلوقتي الحمد لله. ودايما بقول ادعموا قناه ابراهيم بلاط، عايزه تبقى من القمه يا يا جماعه. جماعه كلنا كده، كل الناس اللي عند ابو نرمين، الناس اللي عندنا تروح لابراهيم بلاط تدعمه وتشتركوا عنده وتشاهدوا كل فيديوهاته. بجد يا جماعه ان شاء الله يستاهل كل خير بصراحه، اقسم بالله يستاهل كل خير. طبعا يستاهل كل خير ويجازيه كل خير. ابراهيم من الشخصيات الطيبه، انا بحبه. انا قاعد في بيته سعيد. ما تعرف صاحبك منين؟ ما تقعد في بيته تاخد راحتك. لو جاب لك عيش وملح تاكله وانت مبسوط، طعمه سكر في بقك. أيوة. هو ده اللي انا اتربيت عليه واللي اعرفه. واحنا ناس فلاحين، بتوع المنصوره ناس فلاحين. ما اوعى تفكر ان انا من المدينه مثلا، لا ده احنا فلاحين وبنعتز بكده. اللهم لك الحمد يعني. فدي نعمه كبيره. فخلاص زي ما كنا بنتكلم، ما ينفعش يا ابو نرمين. اولا عايزك تبقى مركز، تروح للفيديو انا عايز اعمل ايه. ابو نرمين كتب دراسه جدوى، اكتبها. الشيخ سامر كتب، اكتب. عايزك تعمل كراسه وتشتغل على الشغل ده الاول. ما تجيش تقول لي انا هكسب فلوس، انت بتكسب خبره. تمام. طيب انت عايز بقى يا ابو نرمين، انت عايز تبتدي على الرفيع مثلا، طالب عامل جمعيه ما انتش قد الحكايه، تمام. خلاص نتايتين 3 وسلكه بس. واشتغل. تروح لمكان ثقه. ليه؟ علشان هيحطك على اول الطريق. تمام. لو بدل ما هو اصل في واحد تاني هيتوهك، هيديك رمه، لا اللي عندها التهاب رحم، لا اللي تعبانه، لا اللي ما بترضعش، هينقي لك الزباله اللي عنده في المزرعه يديها لك يا ابني. لا، تشتري الارنب دايما بكر، دايما تروح تشتري من مكان موثوق. يا ده ابراهيم بلاط بعيد قوي، يا ده ابو نرمين بعيد قوي. ما هو انت لما او ارنب الخير بعيد قوي، ما هو انت لما تتعب يوم يا ابني هترتاح طول العمر. هترتاح. لا وبعدين انت متعلق في رقبه واحد ثقه. ومناسبة بعيد برضه يا ابو حازم، ألا؟ الناس بتستغرب محل الفرارجي اللي جنبه، فرارجي احنا نهزر. وبيروح يشتري منه ارانب. لا، يقول لك ما ايه، ينفعش. طب لو اشتريها صغيره يا ابو نرمين كده 2 كيلو ولا 3 هتكلم لك انا في كيلو الحته دي. وربيه. هتكلم لك انا اتفضل. بس بعد الشيخ سامر. ماشي. فانا عشان اخلص الكلام، عايز تبدا قوي، اقل حاجه 4 امهات وذكر، سلاكه نص هرمه واحده، تحط ال4 امهات تحت وتحط الذكر فوق، على اساس ان انت تتجدعن شويه. ليه؟ ال4 يا ابني بيحموا بعض. يعني افرض ربنا كرمك ولقحت 3 منهم مسكم، افرض واحده ماتت وده شيء طبيعي وال3 ولدهم، يبقى تلحق توزع الايه اللي ولادها على الاثنين التانيين. يقدروش، واحده جابت 6، واحده جابت 5، واحده جابت 12، فتقدر توزع. فاهمني ازاي؟ يبقى بيشيلوا بعض يا ابني. قلنا الكلام ده. وتبتدي تدور نفسك، يبقى ده مش مشروع انا باخد خبره. عايز اعمل مشروع 20 ما تزودش عن كده كمبتدئ. 20 ليه بقى 20 لو اشتغل منهم 15 بسم الله ما شاء الله يجيبوا لك 100 ارنب في دوره يا ابراهيم. أيوة. ال 100 ارنب دول هيخلوك ما تنامش الليل من الفرحه. طب لحد كام لحد 20 كام ما يزيدش. ابدا افتح بيت 50. يعني لحد كام ب 50؟ ما هم ال 20 دول انت ماسك العصايه من النص. تمام. ازاي؟ هتصرف على نفسك وعليهم وعليهم. ماشي. ال20 هنعمل منهم مكسب 30 نزودهم، يبقى ال30 دول بكام يا ابراهيم؟ ب7 8000 جنيه، ب10000 جنيه، يبقى انت كسبانهم. خليتهم 50 منهم. تمام. 50 منين؟ منهم. يبقى انت كسبت كام؟ 10000 جنيه، وجبت مصاريف علفك وجبت مصاريف الارانب، يبقى ده مكسبك. ال50 بقى اقل حاجه 45 يكونوا شغالين فيهم. تمام. يعني ما ينفع، او مثلا 40 يبقى انا عند الشهر كل اسبوع 10 امهات بتولد. تمام. يبقى انا بلقح كل اسبوع 10 على مدار الاسبوع. بلقح 10 امهات، يبقى انا عندي 10 امهات. يبقى انا اما اجي ابيع كل دوره هبيع 70 80 ارنب في 4، يبقى دخلت لي اقل حاجه في 300 ارنب، 250 ارنب فين؟ في الشهر.
في الشهر. بس الكلام ده هيجي امتى يا ابو نرمين؟ هيجي بقى لما القلبه الاولانيه تتم. يعني عايز لك 5-6 شهور. ال5-6 شهور بقيت انت معلم. ومش عايزك تبقى انسان آلي، ودايما انا بقول مش هحط لك الممر في دماغك وتشتغل يبقى انا ماشي بمنهج ارانب الخير. لازم يجرب على نفسه. جرب وابدع. يعني ابدع في سنس بينك وبين الارنب كده يا ابراهيم. أيوة. ممكن تعمل حاجه تتنطر معاك قوي تبقى جميله قوي. صح. والارنب عباره، نصيحتي اللي قلتها 100 مره، هات العلف قبل الارنب. تمام. صح يا ابني؟ طبعا. نجاحك ايه؟ ارنب وعلف، علف قبل الارنب. علف قبل. لو جبت ارنب عيان هياكل الارنب لا يحلو. يحلاو. علف ومكان قبل الارنب. علف تهويه قبل نظافه الأرنب. عامل بقى بعدين سلالة. اجيب الأرنب. انت قاعد في بيتك المحترم دي. آه. لو انت قاعد في زريبه تعرف بتاكل تعيش؟ زباله ولا حاجه. هتعيش؟ هتخلف؟ هتنتج؟ هتعمل اي؟ هتفكر؟ هتنام؟ فملخص الأولى يا جماعة، يبقى أنت أقل حاجة 4، المتوسط 10 و2، 4 وذكر، بعد كده 10 وذكرين يبقى 3 سلكات، نص هرمي. المبتدئ يشتغل بنص هرمي، اوعى تقول لي 3 ادوار، ونص هرمي، ما تمليش فلات. لو المكان عندك كبير مفيش مشكلة، بعد كده هتغير ايه الرجلين، مش قضية. نص هرمي لو المكان اوضه مثلا يبقى جنب الجدار، جنب الجدار عشان تقف في النص. قلنا الكلام ده تعرف تشوف حاجتك. تمام. ما تعمليش هرمي تقفل الدنيا عشان تجيب النتايه اللي هنا تروح مش عارف تجيب دي تلف الدنيا كلها. خلاص يا حبيبي. طيب اقصى حاجه بالنسبه للمبتدئ يبقى 20. عمل خطه لنفسه ان هو يطلع من ال20 دول بفضل الله. ما هو ال20 دول يا ابراهيم يجيب له 150 ارنب. طلع منهم يا اخي 30. 150 دول طلع منهم 40 تمام. وفي حاجه كمان، اللي بيطلع من عنده يا شيخ سامر بيبقى احلى من السلاله كمان. ابن البيت. بيبقى احلى من اسمه السلاله اللي ابن انت شايفها. البيت. حتى لو انت جايب السلاله من عند اي حد. غواة الحمام اللي يفهموا الكلام ده، وانا ابويا كان الله يرحمه غاوي حمام. الزغلول اللي كان يطلع من تحت ابوه وامه دوت بالطياره، يقول لك ابن البيت ما يضيعش ابدا. تمام. لو ميت من الجوع ما يروحش عند حد. ابن البيت ابوه وامه يضيعوا. ابوه وامه يضيعوا لانه مش ولاد البيت. ايوه. ليه بقى ابن البيت بقى بيبقى ناجح؟ ليه يا ابو واخد على الجو، كل الجو اللي في الجو، البيت. ومتعود على النجار اللي بيدوق. سمع كل حاجه وصغير. ومتعود على الشتاء والصيف والخريف والربيع، ومتعود جسمه متعود على الكلام ده. رخر بيبقى احلى. يبقى انا عايز ابتدي مع بسيط، يبقى 4 ف10 و2، يا اما مثلا 16 و3 او 15 و3، يا اما احسن حاجه اعلى حاجه بالنسبه لو انت عايز تعمل مشروع. لكن مزرعه بقى وكوبري ده موضوع تاني. لكن حاجه في بيت حسب يا مكه. لو حاجه في بيت ولا حاجه 20 و4 دكوره او 5 دكوره و6 سلكات جمال كده حلوين نص هرمي، مشروعك كله هيتكلف حاجات بسيطه وتشتغل وتمام التمام، وربنا يوفقك يا ابني واحنا معاك. ولازم تجيب من الناس ثقه، واحنا الحمد لله ثقه بفضل الله. اتفضل يا استاذ ابراهيم. نتكلم بقى على برضه النقطه اللي فتحناها اول الفيديو، الناس اللي بتخطأ وتروح تشتري الارنب من محلات الفراخ الفراجيه، ويقول لك انا هجيبه صغير واكله واربيه عشان خاطر يولد عندي. هتجيبه بالكوكسيدا والكوليسترول. الاول يا جماعه انا بشكر الشيخ سامر ان هو شرفني ونورنا هنا يا جماعه. هو الشيخ سامر عنده كلمه انا سمعتها منه مره معلقه فيها لحد دلوقتي. يعني اللي بيجود هو اللي بيلبي الدعوه. يعني انت كونك ان انت تدعي واحد يجي لك وهو يجي لك ويقدرك، ماشي، ديت بقى احلى من اللي استضافه. يعني هو اعلى من اللي استضافه. ماشي. شكرا جزيلا لدعوه اخويا الكبير ابو الشيخ سامر وحضوره لحد هنا، وعياله كلك يا جماعه هنا، واخويا ابو نرمين. وكنا برضه بتحايل عليه يجيب عياله كلك هنا، لان احنا يا جماعه واحد. وبنقول يا جماعه الموضوع اسهل من كده بكتير. والرزق يا جماعه بالله، ربنا اللي بيرزق بس على الارزاق. كنا بنسلم شغل، وكان في ناس بتتكلم في شغل هنا، وهو اللي مسلم الراجل. يعني هو اللي مسلم وهو اللي مطلع ومظبط له الديكوره والدكر. ماشي. فيا جماعه حاجتي وسعيد. احنا اخوات واحنا اهل، وربنا يا رب يبعد بينا الشياطين. ده اول حاجه. تاني حاجه هنتكلم بقى عن النقطة من وجهة نظرك انت مش من نظرنا. ماشي. انا رايح اجيب من الفرارجي يا ابو عم الشيخ يا ابو نرمين ويا شيخ سامر. ليه؟ يا عم والله بلاطة عنده الارنب ب 250 والشيخ سامر انا عاوز اجيبه ب 70 وب 80. انا هطلعك خسران. مش انت عاوز توفر؟ بالراحة
هنتكلم بالعقل بس وبالعمل. خلي بالك برضو يا ابراهيم، الارنب ابو 250 جنيه ده راح قصاده كام ارنب؟ ما انا هقول لك بقى يا كبير. يعني ما اوعى تفكر ان هو طالع من بس عنده هو حاسب كده. ده قعد 4-5 شهور هو والارنب حاسب كل كده. يوم بشكل. هو حاسب وراح كده باعوا له بتاع الفراخ يا ليه؟ منرمين، هو حاسب كده. احنا عاوزين نحط نفسنا مكانه هو. تمام. حلو كده عشان نوصل لمعلومه. تمام. انا راجل مش هروح اجيبه من بلاط ب 80. تمام. هروح اجيبه من راجل ب 80 او ب 90. تمام. انما هروح اجيبه من بلاط ب 250 مثلا او ب 120 وهوفر لي 100 هو في دماغه كده. تمام. نيجي بقى بالراحه. الارنب ابو 250 بيكسب. استنى بس يا كبير، انا قلت في حلقه لو انت راجل طلع سلالي اعرف بقى. حاجه السلالة. اعرف بقى، مش انت عاوز تعرف. ده شايلين هم يا عم. مش انت عايز تعرف. بيستقلوا بكلمه. انت عارف بقى. قاعد 5 شهور في هي عين. السلاله حلوه مع النصاب يا ابو نرمين. الله كنت لسه هقول لك. هي حلوه مع النصاب. الهيم إحنا مش بقى. نصابين. النصاب بقى اللي هيعمل فيك بخش ايه؟ عند المزرعه النهارده، انا مدخل الراجل المزرعه قلت له نقي عند ابو ابراهيم. عندنا الناس بتخش تنقي. ما عدتش اقدر بقى طالما احنا عملنا خط، ما نقدرش بعد كده اقول له خليك وانا اجيب لك. صح. ليه؟ لان اما يجي ينقي هو زي ما احنا متفقين معاكم، خش نقي ارنبك وتيجي قبل ما تجيلي تتعلم. وقبل ما تيجي تتعلم. نيجي بقى للنقطه الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تمام. انت رايح عشان توفر 100 جنيه او 120 جنيه، صح؟ مش هو ده اللي في دماغك، صح؟ بالراحه. ده في دماغه. رحت جبت 4 نتايات، اول حاجه وذكر، يبقى جبت 5. انت نقيت 5 حلوين من عند الراجل، صح؟ مش انت عملت كده؟ بالراحه. انت جبت 5، واحده من عند ابو نرمين وواحده ده احنا بايعين من عندنا مثلا لحم. ايوه. جبت واحده من عند ابو نرمين وواحده منه من عند الشيخ سامر، يبقى ده علف وده علف وده علف. يعني انت لو جبت نوع علف غيرت على 3 انواع. تمام. ادي اول بحاجه. طيب انت جبت 5، 2 اتبهدلوا منك من العلف باظوا وراحوا. وبمناسبة العلف معلش بقى نقطع كلامك، بتاع الفراخ ما بيروحش يشتري علف ارانب، ده هو بيحط عنده علف بيحط فراخ. علف فراخ ليهم، الله ينور، عشان وزنها يزيد. بيحط لهم علف فراخ مش عايز عشان أرنب الوزن يحس يزيد. منه. عشان الوزن يزيد. بيزودوا دي. كلام شفت سليم. بقى؟ تاخد الارنب. أيوة. تاخد الارنب يس عارف ياخد الفراخ ده بيزود، لا دي. دي ياخد الارنب. طبعا يا استاذ ابو نرمين، كانت الناس بتحط الاول على فراخ. ايوه خلطات. انا كنت بحط على أساتذة، فراخ. كانوا اساتذه في الخلطات. انا كنت بحط. دلوقتي يقول لك علف. هو الخلطات. شوف الكلام. الخلطات بالنسبة للعلف السوقي. كانوا الناس أساتذة. يا جماعة برضه تعليق على الخلطات. الخلطة لو دلوقتي انت قلت يا هتبيع جماعه علف بلاش سوري، الخلطات، قال لك انت بتستعبط. علف سوري ما نعرفش غير ماشي. من لو غير انت هتبيع الخلطات. للحم ارنب اللحم بس، اما ارنب السوري ما ياكلش دلوقتي خلطات. بيقول لك عيب على الخلطات. هيجي لك السكر انا عارف. التاريخ بيعد نفسه. المهم لا مش بلاش تتكلم عشان كلام تقيل جامد. خلينا ايه زي ما احنا. خلينا في حل. اه. ايوه تعالي يا حلو. هات يا بط، هات يا بطه بتاعت ابو جهل دي، هات الصينيه بتاعت ابو جهل. ايوه اتفضلوا معانا. صينيه ابو جهل دي يا جماعه. اتفضلوا معانا يا ابو جهل. لا كان بيجي في الافلام بتاعت الكفار ديت وابو جهل قاعد. لما تقول هارون الرشيد يا ابو جهل احسن. لا، صعبه أحسن إيه جدا. ده؟ كان بيقول لي بص 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 بص. لا انا كنت تفاح بس بحبه جامد. كنت بقى اتفضلوا معانا كله يا جماعة. جامد. بص كله بص بقى جامد. بص بقى بص بقى. اهي الله يهديك يا ابو اهي. ماشي يا جماعه. اتفضلوا معانا. نكمل بقى يا ابو نرمين. باجي. عملنا ايه بقى؟ انا ما عادش خلطات. لا ما عادش خالص. انا كنت بحط على فراخ يا جماعه. ايش بدي يا ابراهيم؟ بطلت ليه يالا؟ هقول لك بطلت ليه. اول حاجه يا جماعه مش كده يا ابراهيم؟ اني عارف وغيري. انت بطلت ليه؟ ركز معايا. اني قول. اني وغيري كنا عند الشيخ سامر اول عزومه. الشيخ سامر قال يا جماعه بدل ما تعملوا خلطات وتقرفوا نفسكم وتقرفوني، اعملوا علف كويس. يبقى رجعنا لحته العلف الكويس. اني وناس معانا تانيين، وبعدها اني والناس التانيين عملنا العلف. مالناش دعوه. المهم حلو الكلام؟ كلام سليم. طيب نرجع كلام لموضوعنا سليم. الاولاني عشان ما ننساش. بس نرجع لموضوعنا. هو راح يجيب 5 نتايات وذكر عشان يوفر 1000 جنيه. تمام. هيجيبهم هيروح منه 2، يبقى كده فاضل كام؟ 3 وذكر. كلام سليم. الاثنين نحط ثمنهم على دولت رفعوا بعد ما كانوا ب 120 ولا 150 بقوا ب 200 وشويه اهو. على ما جه يشغلهم، احنا بقى بنطلع عندنا اللي بنطلعه لحم، ما بنطلعش الحاجات السوبر. تمام. هيصطدم تاني فين؟ في عيب خلق في سنه طالعه في حاجه ماشي. على ما عرنبك تتعود على نوع العلف اللي انت هتجيبه، وعلى ما تبدا تلقح هيكون اللي انت خدتها ب 250 طلعت ولد عليه. حصل. ابو 250 الولد اللي طلع دي وفر لك قد اللي انت كنت هتوفره من عند اللحم مرتين. حلو. كلام سليم. كلام جميل. كلام سليم. ماشي. على فكره يا جماعه، احنا كل يوم بنكلم بعض. وبقى والله كل يوم عايشين احلى عيشه ومزاجنا عالي القوي. الحمد لله. وبص 100% بنحب بعض قوي قوي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
واللي عنده شوف بقى دي، واللي شوف عنده دي. اللي عنده سيف واللي عنده مشاكو يعلقوا في النجف. ماشي يا جماعه. طيب نبدا بقى بعدد كام زي الشيخ سامر مجال وزي ابو نرمين مجال. عايز مشروع تكسب بعد ما تعدي ال 30 فيما فوق هتبدا يبان معاك خير. حلو، انت تقدر تعمل زي الشيخ سامر مجال قال لك 20 هتاخد منهم كمان 30 يبقى بقى عندك 50. بعدها بفتره بسيطه هتبص تلاقي بسك بان معاك تقدر تفتح بيت. هيودي الارانب فين بعد كده؟ من ال 50 تقدر تفتح بيت. ومن الاحتياط القوي اللي احنا كلنا بنقول عليه الشيخ سامر وابو نرمين وانا بعدهم بنقول الفريق الاحلال هو اللي بيبقى فريق احتياطي. الاحتياط. عملت حلقه فريق قوي احتياطي. ارنبه تعبت ارمي وحط مكانها منين؟ من الاحلال اللي عندك. ما خلاص الاحلال بقى ببلاش عندك، ما بقتش بقى 250 تاني بقت ببلاش. انصح كل واحد اللي يجي يشتري استفندي اشتري استفندي يا ابو بوز. مصدق انت؟ ما انا شاري، من اللي شاريه؟ انا صايع. ما انا شاري ببوز، كله ببوز اهو يجري. ايوه طب ما انت نافع اهو. حتى دي بص اهي ببوز بس من كتر ما هي حلوه طرشقت. انا كنت جاي له في السكه ولقيته بيشتري استفندي. وقفنا يجي ساعه ونص يا جماعه يرضيكم. لا والله ما وقفتهم يجي ربع ساعه. وهو اللي قال لي وانا في كفر الشيخ هرن عليك بقول انا في سيدي سالم في الميدان طلعت من غير ما اربط الحزام في المنطلون بقيت اشد المنطلون وانا ماشي في سيدي سالم. حصل ربطوا بحبل والله العظيم البنطلون كان بيجع. مسموا يا جماعه انتوا بتاكلوا، احنا ما بنسميش عشان والله ابدا شويه. عاوزين الشيطان ياكل معانا يا جماعه والله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قبله وبعده عشان يرجع. ماشي يا جماعه، يعني قصدي يا حبيب اخوك ابدا صح. البدايه الصح احنا قلنا علف صح، ارنب صح، مكان صح. خدت من اي حد في مصر ارنب استلم ارنبك زي ما احنا بنسلم في الفيديو. حلو عشان ما يبقاش لك حجه خالص. حد بيعمل الكلام ده يا ابني؟ ولا يقدر ليه؟ ما هو عاوز يلفت بقى، عاوز يطلع اي حاجه جربانه ولا عرجوب ولا رقبه. الحلقه 300 يا جماعه ان شاء الله هنعملها مع ابراهيم بلاطو كده. ان شاء الله هنقول فيها ابراهيم ان شاء الله ابو نرمين ان شاء الله هنعملها في المزرعه. 300 ارانب الخير عملت ايه؟ انا نفسي ارانب الخير عملت ما كانش حد بيدخل حد المزرعه ابو نرمين. انا نفسي مشيت انا ما كنتش ولا بدخل كان حد بيقول لحد علف بس وكله خلطات وكله حط مش عارف ايه حط سمسم. انا شفت ناس بتقول لك حط سمسم وحط حبه ايه. وكل ما تطلع انت تتكلم عن خلطات واحده يقول لك انت قصدك يعني بيقول خلطات؟ لا ما عادش حد بيقول كله قاعد بيقول لك انا بتعب في العلف وبقالي سنين شغال فيها. 300 يا جماعه هتبقى الكلام ده تبقوا تابعوه ان شاء الله. بصوا يا جماعه كده احنا قلنا اللي عندنا. عايز تبدا تفتح بيت خالص بعد ما تاخد شويه 20 تشتغل فيهم وتشتغل كده 7 8 شهور تطلع انتاج تاخد منهم سلالات بقى. ما انت بقى عندك حاجه كويسه وعندك اهم حاجه العلف يا جماعه. طبعا اهم حاجه العلف يا جماعه. فينا بتاع ارانب الخير وبتاع بلاط مالكش حجه بقى. علف ارانب الخير عندنا وعلفنا موجود. الاثنين احسن من بعض. اللهم لك الحمد. ابراهيم لما بيخلص علفه بياكل علف. بتصل بيه عادي ما فيش مشكله. حلو الكلام يا جماعه. الدنيا واحد والدنيا سهله. احنا ما بنكبسش علف للناس غير العلف اللي موجود في المزرعه، هو نفس التركيبه وهو نفس الشغل عشان تبقى انت عارف. انت اما تيجي لبلاط ولا الشيخ سامر ولا لابو نرمين اخواتنا الكبار، اما تروح تاخد من عنده ارنب سوبر وعلف سوبر وسلكه سوبر وعندك مكانك نظيف لسه ما عادش لازمك اي حاجه وعندك القنوات، اي مشكله عندك هتضرب على كلمه واحده بنحطه على الطريق. علاج الجرب هتلاقي 50 فيديو طلع لك. اسمع وتعلم. الطريق الصحيح يا ابراهيم. واللي بيوديك معلومه بيعمل قدامك. يعني انا شايف الشيخ سامر بيعالج كده هيعمل لك ايه غير كده؟ عامل انا ايه؟ ما فيش اكتر من كده. ماشي ماشي يا ابو ماشي. اتفضل بقى يا ابو نرمين. وشكرا جزيلا لكل مشتركين اخويا ابو نرمين وشكرا جزيلا لكل مشتركين اخويا الشيخ سامر. الموضوع ده كتير يا جماعه. عندكم يوميات الخير طبعا تربيه ارضي دعم القناه. انا عمري ما طلبت دعم ليا ودعم لابراهيم بلاطه يا جماعه. واللي عايز يصور فيديو ولا حاجه تسويقي ولا حاجه عندكم ارانب الخير التسويقيه. وعندكم ابو نرمين بسم الله ما شاء الله راجل يعني علم اخ فاضل وكريم. ربنا يكرمك ابو نرمين دي اختي وحبيبتي. ربنا يخليك. انا لها قناه برضه يا جماعه ان شاء الله كل سنتين هتعمل فيديو ما نشوف. بتعمل محشي مش فالحه في المحشي بس. محشي جميل يا جماعه. وانتوا ولاد حلال قوي والله بتنضفوا كويس. النظافه جميل. النظافه حلوه قوي. طبعا يا جماعه دي كانت حلقه النهارده. انا بشكر اخويا وحبيبي. شوفوا يا جماعه لا بالله عليك لا ما ترد يا شقي بقى. ابلع ردة الماء في زورك. شوف الشقيانه دي. بشكر اخويا ابراهيم بلاط يلا يا على بنت حسن الكذب. الضيافه. الله يبارك حاسس ان انا فيك. بيتي ده انتوا شرفتونا الشيخ والله. سامر اخويا حبيبي اخويا الكبير بندلع عليه. ودي كانت حلقه النهارده يا جماعه. فرحانين قوي يا ابو نرمين. ازاي؟ استنى بس. فرحانين والله. ابلع براحتك يا ابو نرمين. ازاي
تبدا صح علشان تنتهي في مشروعك صح، وربنا يكرمك وتقدر انت تطلع ارنب كويس. وبلاش تشتري ارنب من محل الفراخ، صحيح. بلاش تشتري ارنب من هتخسر محل والله، الفراخ. والله هتخسر كتير. طبعا دي كانت حلقه النهارده. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك عندنا في القناه، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راح اشتري شويه زباله يا ابراهيم، وبعد كده يقعد يطبخ فيه. كنسة الناس كنسة الناس.